عادي لو بطلة روايتي هجينة فيها 16 حيوان، هل كده اوفر ولا هتكون القصة حلوة وجديدة؟ عزيزي الكاتب، تعالى نتناقش. خلينا نبدأ بنقول ان 16 هيكون كتير جدا. ليه؟ يعني كذا سبب. اولا هيكون كتير عليكي ككاتبة، لان انت كده محتاجة ان يكون عندك معلومات عن 16 حيوان مثلا بالتفصيل التفصيل الممل. لان ما ينفعش يبقى انت مثلا كاتبة ان الاسد بيعمل كذا وفي الحقيقة ان حيوان تاني هو اللي بيعمله. فانت لازم يكون عندك كم معلومات رهيب عشان تقدري تتعاملي مع العدد ده. وكل ما العدد يكتر كل ما الاخطاء تكتر. الحاجة التانية ان هيكون عندك مشكلة في الرواية ذات نفسها. ازاي بقى؟ اولا كده الرواية لازم يكون حجمها كبير جدا عشان تدي كل حيوان حقه، وان هو قدراته عاملة ازاي وعيوبه عاملة ازاي، صح؟ فانا مش هخلص استحالة يعني الرواية في 200 ورقة، والا كده هتتكروت او هتتلصق. فانت كده الرواية هتخش معاكي مثلا في على الأقل 600 صفحة. الحاجة التانية ان العدد الكبير ده اكيد هيبقى فيه تناقضات. يعني دلوقتي مثلا هي هيكون عندها حيوان اكل لحوم والتاني اكل عشب. طيب ده بالنسبة لو انت حاطة مثلا ان هي اكيد بتتأثر بالحيوان ذات نفسه في بقى حياتها العادية، سواء الاكل او الشرب او كده. انت مثلا مش حاطة ده. طيب ما هو اكيد برضو هيبقى فيه تناقضات في الحيوانات ذات نفسها. فمثلا حيوان هيبقى هو حركته بطيئة وحيوان حركته سريعة. طيب هل هي اللي بتختار ولا هل الجينات اللي بتختار ولا هل هي المفروض ان كل ده بيأثر عليها في كل حاجة؟ فالتناقضات دي هنا هتبدأ ان هي تبقى غلط. هيبقى قرر بيسأل نفسه طب هي ازاي سريعة قوي كده، بس في نفس الوقت حتى لو هي مثلا واحدة من الحيوانات بتاعتها الشيتا، الحيوان التاني ممكن يكون حيوان الكسلان مثلا. فهتحسي ان في تناقضات غير منطقية إلى حد كبير. الحاجة التالتة limitations. دلوقتي المفروض ان اي حاجة في الدنيا بيكون فيها limitations، يعني حدود او نقاط ضعف او حاجة معينة هما ما يقدروش يتغلبوا عليها مثلا، او بتوقفهم الى حد ما. حلو. دلوقتي انت بتقولي ان هما 16 حيوان. طيب فين الليميتيشن بقى؟ ما انا كده اكيد لو مثلا في حيوان مثلا نقطة الضعف بتاعته ان هو بطيء، هيجي واحد تاني هيكون سريع، صح؟ فكده واحد هيعوض واحد. انت كده بتعملي مخلوق خارق للطبيعة ما عندوش اي نقاط ضعف، ودي مشكلة. لان حتى سوبرمان عنده نقطة ضعف وهي كريبتونايت. فبالتالي انت بتحرقي روايتك من اولها. طب هحرقها ازاي؟ ما انا كده القارئ متوقع ان دايما هو يعني لازم مثلا بطل روايتي هتكسب. ما هو ايه اللي هيوقفها؟ هي ما عندهاش اصلا نقاط ضعف. فكده لازم كل مرة هتكسب. فدي واحدة من الاخطاء اللي انت لازم تبعدي عنها. طيب اعمل ايه بقى عشان احل المشاكل دي؟ اولا هنقلل العدد. يكفي قوي ان هو يكون مثلا من 3 إلى 5، و5 يكون كتير كمان، بحيث ان انت يكون عندك كل المعلومات عن كل حاجة وتقدري انك تتعاملي معاها، وتقدري بقى ان انت تعملي testing limitations، يعني حدود كل واحد فيهم بيوصل لفين. وما يكونش عندك برضو في نفس الوقت تناقضات، تبقى كلهم حاجات قريبة من بعض. والحاجة التالتة اللي هنصحك انك تحطيها هو انك تبيني عناء تحكم البطلة في الحيوانات المختلفة دي. يعني افتكري مثلا سبايدر مان في الاول، اللي هو بيتر باركر في الاول لما بقى سبايدر مان، افتكري ان هو في الاول ما كانش عارف يتحكم في كل حاجة، وكان لسه بيكتشف نفسه وبيكتشف هو هيعمل ايه وهكذا. فدي واحدة من الحاجات اللي هتكون حلوة جدا لو انتي حطيتيها في الرواية بتاعتك، بحيث ان القارئ يشوف ازاي بطلة الرواية دي هتبدأ ان هي تحاول تتناغم مع الحيوانات المختلفة اللي هي موجودة فيها. حابة أفكركم على السريع، لو بتحبوا الفانتازيا والتنانين، فرواية الهيب والتنانين دلوقتي موجودة في دار نجمة القراء.